عايز اقول لك ان مفيش حد فينا بلا استثناء خالي من اي ذنوب او اي معاصي في الكون اللي احنا موجودين فيه ده. لان احنا بقينا في وقت الذنوب فيه زي الدليفري. يعني انت اول لما تطلب حاجه في الدليفري بتجيلك على طول، فانت اول ما تطلب معاك سيئه او اي حاجه فيها ذنب يدخلك على النار دايركت على طول. فبقى متاح من دكة زرار على اي ابلكيشن او اي السوشيال ميديا او اي ويب سايت او ايا كان الحاجه اللي انت عايز تعملها، تكة زرار بتبعت لك للمعصيه على طول، يعني اسرع من الدليفري نفسه. فاللي عايز اقوله لك ان في ذنوب تاني بتبقى ذنوب مهلكات زي الخلوات، ذنوب الخلوات. ومن اكبر ذنوب الخلوات خلينا نجيبها دايركت على طول كده هي العاده السريه. وزي ما اتكلمنا قبل كده ان هي بقت مش سريه. يعني هعرض لك فيديو دلوقتي يلخص لك فيها اهم الستبس اللي انت ممكن تمشي عليها او اهم الخطوات اللي انت ممكن تمشي عليها. لمين يا عم الحاج؟ للدكتور محمد الغليظ. بالصدفه وانا بقلب في تيك توك، وده نادرا لما الاقي فيديو عدل على تيك توك، طلع لي الدكتور محمد الغليظ وهو بيشرح فيه ازاي تتخلص من العاده السريه. فبالله عليك اسمع الفيديو ده وشير الفيديو ده علشان الناس اللي بتقع في المعاصي اللي زي كده تقدر تلحق نفسها قبل فوات الأوان. لأن تخيل نفسك كده لو مت على المعصية دي هتبقى شكلك عامل ازاي. تخيل انت يوم القيامة بتقوم وبتحشر على معصية زي كده، او بتقوم وتحشر على فيلم كنت بتتفرج عليه، او بتقوم وتحشر على حاجة ما بتبقاش أظرف حاجة. صدقني الموتة اللي زي كده متبقاش حلوة، فالحق نفسك قبل فوات الأوان. ففي حاجات زي العادة السرية لازم تبدأ تتخلص منها. عشان تتخلص منها لازم تسمع لحد يكون أحسن مني يقدر يوصلها لك، ومش هلاقي لك أحسن من الدكتور محمد الغليظ. فاسمع الفيديو ده وأشوفك في فيديو قادم إن شاء الله. وبس ما تنساش بقى تعمل سبسكرايب في القناة ولايك وشير الفيديو ده. سلام يا صديقي. مسألة العادة السرية هي ما بقتش سرية، بس أنا هنصح كام نصيحة كده في العادة السرية. رقم واحد، عايز تبطل العادة السرية بجد، رقم واحد لازم تكون صادق جدا إن أنت عايز تبطل العادة السرية بجد، إن أنت ما تكونش بتتفاخر بيها، إن أنت تكون شايفها معيبة وشايف إن الفعل ده دنيء ومن جواك مستعيبه، وما ينفعش تكون شايفه حاجة حلوة، حتى لو بتعمله تبقى شايفه قبيح. فرقم واحد استقباح الفعل. رقم اتنين، ادعي ربنا كتير جدا، وأقسم بالله العظيم الدعاء ده مش سلاح العاجز، ده سلاح القوي. يعني لو كتب الله عز وجل لك القبول الأمر انتهى، ولكن اوعى تكون فاكر إن هو هيكون منتهي من غير مجاهدة، لا، ربنا هيعينك عليه، بس ادعي وربك كريم، وادعي وانت موقن بالاجابه. 3، غض بصرك ما استطعت في كل احوالك. غض بصرك وانت ماسك الموبايل، غض بصرك وانت ماشي في الشارع، غض بصرك عن اي امراه. ما تبقاش عمال ان انت تبص على النساء وتقول لك انا مبتلى بالعاده السريه بطل ازاي. تيجي تقول لي ايه؟ طب ما ساعات بيبقى في حاجات مش مثيره، ولو كانت مش مثيره، يعني حتى اللي مش مثير غض بصرك عنه. احنا مامورين بغض البصر عن اي امراه ولو لم تكن مثيره طالما هي متكشفه، واضح؟ فغض بصرك ما استطعت في كل احوالك. 4، لحظه النفس لما تقرص عليك قوي 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 ان انت دلوقتي كانك عايز تقوم تفتح موقع وتقوم تبص على اللحظه دي، لحظه فارقه عند اي حد عايز يبطل. اللحظه دي قاوم وقاوم 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 وجاهد نفسك ما استطعت، ما استطعت. هتلاقي قلبك بيتقطع ودماغك ما بتبطلش تفكير، وهتلاقي عم بتقول لك بص ادخل بص بصه واقفل، ادخل معرفش ايه واعمل على مواقع الاباحيه. اوعى، قاوم نفسك ما استطعت، ما استطعت على الموضوع ده. طب بجد بشعر ان انا ضعيف جدا، انزل اخرج قابل حد. تقول لي ما ينفعش، اقول لك ادخل نام، مش عارف انام، اعمل اي حاجه تشغلك، كلم حد في التليفون، انما اعمل اي حاجه ان اليوم ده يعدي. واوعد نفسك ولو ان انت تبطل النهارده بس، لا بكره نشوف، انما اوعد نفسك ان انت تبطل ولو يوم. نام اصحى هتلاقي الموضوع هدي شويه. طيب افرض تتكرر تاني يوم بالليل، اعمل كده كل يوم بالليل. اعتبر ان المعركه الوحيده اللي انت فيها دي هي المعركه الوحيده. ما تبصش على طول الطريق تقول ايه وانا هبطل 20 سنه، ما تقولش كده. انا مبطل النهارده، بكره انا مبطل النهارده، بعده انا مبطل النهارده، وكمل بالطريقه دي. 5، لو الموضوع شديد عليك قوي حاول تقفل الاسباب. يعني ايه؟ يعني لو الموضوع لابتوب روح لوالدك وقول له خد اللابتوب. لو موبايل وتعرف ان انت، ويا ريت تعرف ولازم تعرف، مش عارف تمسك نفسك خلاص غيره وجيب موبايل نوكيا 310 ابو زراير ما فيهوش انترنت. فلو تعرف ان انت تقفل الاسباب اقفلها، لو ما تعرفش اعمل اي حاجه عشان الاسباب تتقفل. كانوا زمان على ايامنا الاهالي بتحط الكمبيوترات وشها للباب وما تبقاش جوه اوضه مقفول عليها. النهارده كل واحد معاه تليفون، ما ينفعش ما يكونش فيه رقابه. طب كبرنا ومش عارفين يكون دلوقتي في رقابه علينا او ما فيش رقابه من اهالينا علينا، احنا اللي بنراقب نفسنا. نعمل ايه؟ احنا اللي نقفل الاسباب. فاقفل الاسباب ما استطعت. ايه كمان؟ لو حصل
ولقيت الموضوع اشتد عليك، اشغل نفسك بعباده في ساعتها. قوم اتوضى وصلي، قوم اتوضى واقرا القران، قوم اتوضى واقعد ادعي، قوم سبح، اشغل نفسك باي عباده، اي عباده. ايه كمان؟ لو لقيت نفسك خلاص وفتحت اللابتوب وكتبت الموقع وبقيت قاعد بتتفرج، بالله عليك انت دلوقتي في نص الذنب. اللي ما عرفتش تعمله قبل الذنب جرب، يمكن تعرف. مش جرب، اعزم واعمله دلوقتي حالا. امسك اللابتوب واقفله، شيل البطاريه، قول هبطل حتى لو فتحت. طيب ما عرفتش ووقعت، هتعمل ايه؟ قوم توب حالا. يعني اعمل ايه؟ يعني بعد ما تخلص كده قوم اتوضى وصلي ركعتين واوعد ربنا ان انت مش هترجع تاني. تيجي تقول لي ايه ده انا بعمل كده، عملت كده يجي 1000 مره. اقول لك ال1001 ده انا عملت كده 2000 مره، ال2001 100000 مره، 100000 مره واحد. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اوعى الذنب يكسرك. لو الذنب كان اقوى منك فعملته، اوعى يكون اقوى منك لدرجه ان انت ما تسيبهوش، لازم تسيبه. وفورا بعد ما تعمل الذنب لو ضعفت، بس لازم تعمل كل المجهود قبل ما تقع فيه. طيب تيجي تقول لي طب اقوم اصلي ازاي؟ ده انا لازم اخد دش. اقول لك طب بص يا فندم بقى، انت لازم تقوم تاخد دش حالا. تيجي تقول لي ما ممكن ياخدوا في البيت بالهم. اقول لك يبقى نحترم نفسنا بعد كده. طالما انت دلوقتي جنب وعملت العاده وحصل انزال، لازم فورا تدخل تغتسل وتطلع متوضي وتصلي ركعتين توبه وما تعملش كده تاني. طب افرض عملت كده تاني، تدخل تغتسل وتطلع فورا وتصلي ركعتين توبه وما تعملش كده تاني، وتعزم ربك. يعلم الصادق من الكاذب، يعلم ما في قلبك. اوعى تفتكر انت هتخدع ربنا. تيجي تقول لي ايه لو الموضوع ده اتكرر كتير، وقد ان هو يتكرر كتير، ممكن في البيت يبصوا لي بصه وحشه. اقول لك الله عز وجل اولى ان تستحي منه. لو ده هيخليك ان انت تترك الاغتسال، اولى ان انت تترك العمل لله. اعتبر ان ده حاجز يمكن يخليك تبطل. تيجي تقول لي طب انا بعمل كده كل ده وبرضه بقوم واقع اعمل ايه؟ اقول لك كمل، واوعى تعدك انت تبت لله كم مره. افضل توب لغايه ما تيجي واحده، ولو بعد ايا كان، ممكن اللي جاي على طول وممكن بعد كتير، انما في واحده هتيجي وستصيب. انما اهم حاجه ان كل مره تتعامل معها انها اخر مره، وانها هي التي ستصيب، هي دي اللي هتصيب. فما دام هي دي اللي هتصيب تاخدها بجديه. نفعت ربك كريم وانت جبت اخرك، بس اعمل مجهود. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. انما لو ما عملتش مجهود هتقع. طب تيجي تقول لي ما انا بعمل مجهود وساعات بقع. اقول لك يبقى تقوم تاني وتالت ورابع، واقسم لك بالله هتيجي. بس هو الجهاد كده، يوم لك ويوم عليك. وحتى لو الايام اللي عليك كتير، هيجي اليوم اللي يبقى يوم لك باذن الله. بس اهم حاجه تكون قوي. تقول لي ببقى قوي ازاي؟ اقول لك ما انت كل مره لما بتيجي بتجاهد بطولك. محتاج ان انت تبقى عندك عضلات، بس عضلات ايمانيه، اللي هي ايه؟ صلي كتير، صوم كتير، تصدق كتير، اقرا قران كتير. ورب الكعبه الحاجات دي بتخليك اقوى ايمانيا. يعني زي ما بقول لك لما تغض بصرك ضعفك يقل، لما تصلي اكتر قوه الترك بتاعتك تزيد. لما ان انت تغض بصرك وتجاهد نفسك ان انت ما تبصش على الحاجات الحرام، ضعفك وشهوتك تضعف شويه. لما تصوم تتعلم تترك لله. لما تقرا قران هتبقى اقوى قدام الذنب. لما تعمل الطاعات هتبقى قوي ان انت تعرف تتحكم في نفسك. ولما تترك اسباب المعاصي هتبقى قوي، لان اللي هيتعرض ليك من اسباب الذنب ضعيف. فلو جمعت بين القوة الإيمانية وضعف التعرض للأسباب وتوكلت على الله ستصل. مشكلتك إن أنت ضعيف إيمانيا وواقف جنب الذنب بالظبط، فبتقع بأي خطة. إنما لما تبقى قوي إيمانيا وبعيد عن أسباب الذنب، صدقني مش هتقع. ولو وقعت وقعتك هتبقى وحشة قوي، فهتقوم بسرعة لأنك في مكان أصلا نظيف. ما تحبش إن أنت تتسخ بهذا الأمر. وإوعى تزهق من نفسك. أنت في الدنيا بتعبد ربنا، غلطت توب. إنما شيطانك يكسرك فتكمل، اوعى. إياك أن تصر على الذنب ولو كنت بتقع فيه في اليوم مرة واثنين وثلاثة. كل مرة وقعت فيها مطلوب منك شرعا إن أنت تقوم وتنظف نفسك بالتوبة. لو وقعت تاني اتوسخت تاني تنظف نفسك تاني. إنما الدين ما بيقولكش خلاص أنت كده مش نظيف، كمل بقى كده واعمل حسنات كتير يوازنوا بعض. كده أنت ضيعت نفسك. استعن بالله، اسمع الكلام اللي انا قلته ده تاني واكتبه، نفذه. نفع معاك من اول مره اللهم لك الحمد، ما نفعش تاني وتالت ورابع. وغدا نلقى الأحبة في الجنة. من الأحبة؟ الناس اللي مشت على الطريق ده واستقامت. اهدنا الصراط المستقيم.